كان زمن بعيد في قرية صغيرة اسمها الزهراء. القرية دي كانت هادية، لكن في حاجة غريبة حصلت فيها. كان في بيت قديم كل الناس كانت بتقول إنه مرعوب. في أساطير كتير بتحكي عن البيت ده، لكن محدش كان يجرؤ يقرب له. في يوم من الأيام جابت بنت اسمها ليلى شجعتها وقررت إنها تروح البيت. ليلى كانت دايما بتحب المغامرات، وقررت إنها تكسر الخوف اللي جوه قلبها. شالت كشاف صغير ودخلت البيت. أول ما دخلت حست ببرودة غريبة، والهواء كان ساكت كأنه مش عايز يتكلم. جابت الكشاف وبدأت تتجول في الأوض. الألوان كانت باهتة وكل حاجة كانت مكسرة، لكن فجأة سمعت صوت همسات جاية من الدور التاني. مين هناك؟ قالت ليلى بصوت عالي، بس مفيش رد. بدأت تمشي ناحية السلم، وقلوبها كانت بتنبض بسرعة. كل خطوة كانت بتخليها تحس بالخوف والحماس في نفس الوقت. طلعت الدور التاني وكانت الأوض فاضية، لكن على الحائط شافت صورة قديمة لعيلة شكلها غريب. العيلة كانت مبتسمة، لكن عيونهم كانت سودة وكأنها بتراقبها. حست بشيء يتحرك وراها، لكن لما اتلفت مفيش حد. رجعت لورا، لكن صوت الهمسات بقى أعلى. بدأت تتبع الصوت لحد ما وصلت لباب مقفول. قلبها كان بيدق بسرعة وقررت إنها تفتحه، وفعلا الباب طوعها وفتح على غرفة ضلمة. في وسط الغرفة شافت تمثال كبير لست، كان واضح إنه قديم وملبوسة بعباءة سوداء، والهمسات بقت واضحة دلوقتي وكأن الست بتقول: ارجعي ارجعي، اللعنة مش هتنتهي. ليلى حست بشيء غريب يجذبها للتمثال، لكن في اللحظة دي حست بشيء وحش فاجأها وشدت نفسها وراحت جارية. أما خرجت من البيت حست إنها تخطت عتبة البيت، لكن حاجة غريبة حصلت. كل حاجة في القرية بدأت تتغير. الناس بدأوا يتصرفوا بطريقة غريبة. جارتها ست عزيزة بقت بتشوفها وبتحكي عن كوابيس، وعيلة فوزية بقت بتشوف أشباح في الليل. ليلى حاولت تتجاهل كل ده، لكنها بدأت تحس إن اللعنة بتتزايد كل يوم. وكل ما كانت بتحاول تتكلم مع حد، الناس كانوا بيبعدوا عنها وكأنهم خايفين منها. وكل ليلة كانت في كوابيس مرعبة. كانت بتشوف الست من التمثال بتقول لها: انتي السبب في اللعنة، انتي اللعنة. بدأت ليلى تدور على حد يساعدها، ولقت واحد عجوز في القرية معروف بحكمته. راحت له وشرحت له كل حاجة. قال لها: اللعنة دي مرتبطة بالبيت القديم، لو عايزة تخلصي منها لازم تقومي باحتفال تطهير. وبدأت ليلى تجمع الناس وحكت لهم عن اللي حصل. في الأول الناس كانوا مترددين، لكن بعد ما شافوا حالتها قرروا يساعدوها. جمعوا الحاجات اللي يحتاجوها وراحوا للبيت. في وسط البيت بدأوا يعملوا احتفال تطهير. كل واحد كان معاه شمعة وبدأوا يقرأ آيات من القرآن. لكن المفاجأة كانت إن الصوت الهمسات بقى أعلى وأعلى، والتمثال بدأ يتحرك. وبعدين الست من التمثال ظهرت قدامهم، كانت عايزة تنتقم. الناس كانوا بيصرخوا، لكن ليلى وقفت وقالت: أنا مش هخاف منك، أنا هنا عشان أحرر القرية. وفجأة اتقتلت الشموع وبدأت السحب تتجمع، والست صرخت: أنتي مش هتقدري. لكن ليلى كانت قوية وبدأت تقرأ بصوت عالي. بعد لحظات حسوا بريح قوية والسحب اتفرقت والست اختفت كأنها كانت لعنة، والقرية رجعت لطبيعتها. لكن ليلى عرفت إن اللعنة هتفضل موجودة، بس مش عليها وحدها. ومرت الأيام، لكن في كل مرة كانت بتسمع الهمسات كانت تتذكر إن الشجاعة مش بس في مواجهة الخوف، لكن في مواجهة اللعنة اللي ما بتنتهيش.